النهاردة هنغوص في حتة يمكن مش بنتكلم عنها كتير لما بنجيب سيرة مصر القديمة، اللي هي يعني الحياة الجنسية والحب. موضوع مهم فعلا. معانا خلاصة من كتاب مهم لعالمة المصريات ليز مانش، ترجمة دكتور رفعت السيد علي، عنوانه الحياة الجنسية في مصر القديمة. الهدف إننا نفهم سوا كده نظرة المصريين القدماء للجنس والمعايير المرتبطة بيه، تمام. ونشوف الصورة اللي الآثار والنصوص والفنون بتقولها لنا، بعيد بقى عن أي أفكار ممكن تكون شائعة ومش دقيقة قوي. يمكن أكتر حاجة بتلفت النظر هي إن في درجة من الصراحة أو التعبير الفني، يعني عن جوانب من الحياة دي. بالظبط. وهنتكلم عن تفاصيل ممكن تكون غريبة شوية، زي مثلا دور السحر في الحب عندهم. فيلا بينا نفصص الموضوع ده ونشوف المصادر دي بتقول إيه بالظبط. هو الموضوع ده بصراحة على قد ما هو مهم عشان نفهم المجتمع كله، على قد ما دراسته صعبة شوية. ليه بقى؟ يعني الأدلة مش دايما كاملة أو مباشرة، ساعات بتبقى فتات كده بنحاول نجمعها عشان نكون صورة. مفهوم. بس المحاولة دي مهمة، لأننا لما بنفهم نظرتهم للجنس والحب والعلاقات بنفهم أكتر بكتير عن حياتهم اليومية، عن معتقداتهم، حتى قيمهم الأخلاقية. ده بيدي بعد تاني خالص لصورتنا عن الحضارة دي. طيب خلينا نبدأ كده بالنظرة العامة. أكيد يعني المصادر بتأكد على أهمية الخصوبة والإنجاب، ده شيء أساسي لاستمرار الحياة، وده طبيعي في مجتمع زراعي وديني زي ده. طبعا ده مفيش كلام. بس السؤال، هل الاهتمام ده كان هو الدافع الوحيد؟ يعني هل كان الجنس دوره الإنجاب وبس؟ الكتاب في مقدمته بيلمح إن فيه جوانب تانية. تمام، دي نقطة مهمة جدا. اللي لازم نميزه هنا هو الفرق الكبير بين نوعين من التصوير. في التصوير الرسمي اللي بنشوفه في المعابد والمقابر. الحاجات الفخمة دي. بالظبط. وده غالبا بيخدم أهداف دينية أو جنائزية، بيركز على فكرة استمرار الحياة بعد الموت والخصوبة كضمان للبعث والتجدد، وبيستخدم رموز كتير ليها علاقة بالخلق والآلهة وكده. تمام. وإيه النوع التاني؟ النوع التاني هو التصوير اللي نقدر نقول عليه غير رسمي، شخصي أكتر، حميمي أكتر. وده بنلاقيه فين ده؟ مش في المقابر يعني؟ ممكن نلاقيه في المقابر برضو أحيانا، بس بنلاقيه بشكل أوضح على الأستراكة. الأستركة؟ اللي هي الشقفات دي؟ أيوة، الشقفات الفخارية أو الحجرية اللي كانوا بيستعملوها كمسودات للرسم والكتابة، زي كراسة رسم كده يعني، بس رخيصة ومتاحة. وكمان بنشوفه في رسوم على جدران بيوت العمال والحرفيين. زي في دير المدينة؟ بالظبط، قرية العمال اللي بنوا المقابر الملكية. الرسوم دي بقى ساعات بتدينا لمحات مختلفة تماما، علاقات شخصية، مشاهد احتفالات، ممكن حاجات فيها هزار أو جرأة شوية، بعيد عن الرسمية بتاعت المقابر والمعابد. يعني صورة أقرب للحياة اليومية بتاعتهم. إلى حد كبير الطابع الرمزي ممكن يفضل موجود طبعا، بس السياق نفسه مختلف وأقرب للواقع المعاش. ولما بنبص على الرسوم نفسها بقى الموضوع بيبقى محسوس أكتر. الكتاب فيه أمثلة حلوة قوي، زي مشاهد الاحتفالات والموسيقيين والرقصات، جو كله بهجة كده. مشاهد الولائم والحفلات دي كانت جزء مهم. والأجمل بقى تصوير الأزواج في المقابر، مش بس واقفين جنب بعض، لأ، أوضاع قريبة، لمسات حنية، إيد على كتف، نظرات، كأنهم بيأكدوا إن الحب ده مكمل معاهم حتى بعد الموت. ده حقيقي، والتفاصيل دي بتنقل إحساس إنساني قوي جدا، بتوري إن العلاقة بينهم ما كانتش مجرد شراكة، لا، كان فيها مودة وحميمية. وده بيظهر كمان في طريقة نحت الأجسام نفسها، مش كده؟ الاهتمام بالجمال والشباب والحيوية. أكيد، في تركيز على جاذبية الجسد كجزء من الاحتفال بالحياة نفسها، والرغبة في استمرارها بكل جوانبها، مش بس الروحية. طيب ده يودينا بقى لمنطقة أعقد شوية، المعايير والممارسات الاجتماعية. يعني مثلا هل كان في حاجة اسمها بغاء بالمعنى اللي نعرفه دلوقتي؟ هم. الكتاب بيقول إنه ممكن يكون كان موجود، بس الأدلة مش قاطعة. وفي طبعاً القصة بتاعت هيرودوت عن بنات خوفو، بس دي يعني شكلها حكاية شعبية أكتر. بصي، موضوع البغاء ده تحديداً صعب جداً نحسمه. فكرة البغاء كمؤسسة منظمة أو البغاء المقدس اللي مرتبط بالمعابد زي ما بنسمع عن حضارات تانية في الشرق الأدنى القديم، مفيش عليها دليل قوي ومباشر في مصر. يعني مش زي ما الواحد بيتخيل ساعات. لا خالص، ممكن يكون كان في نساء بيمارسوا الجنس مقابل فلوس أو هدايا بشكل فردي كده، لكن مفيش حاجة تثبت وجود نظام واضح لده. معظم الروايات اللي بتدي الانطباع ده زي بتاعة هيرودوت جاية من مصادر أجنبية أو متأخرة،
وممكن تكون بتعكس تصوراتهم هم أكتر من الواقع المصري نفسه. امم وكمان في صعوبة نفرق بين الراقصات والمغنيات والعازفات اللي كانوا جزء أساسي من الحياة الاجتماعية والاحتفالات وبين فكرة ممارسة الجنس بأجر. الخطوط هنا مش واضحة قوي في الأدلة اللي معانا. يعني من الآخر فكرة بغاء المقدس دي تبسيط زيادة عن اللزوم. إلى حد كبير لازم نتعامل بحذر شديد جدا مع المصادر وما نسخدش عليها مفاهيم حديثة أو نماذج من ثقافات تانية بشكل تلقائي. الوضع في مصر غالبا كان مختلف وأقل وضوحا من كده. مفهوم. طيب نقطة تانية، الخيانة الزوجية أو الزنا. الكتاب بيقول إن المجتمع كان بيدين الخيانة بشكل عام، بنلاقي ده في نصوص الحكمة زي تعاليم بتاع حطب. مظبوط، التعليم دي بتنصح بالوفاء للزوجة وعدم النظر لنساء أخريات. أيوة، لكن في نفس الوقت الأدب المصري القديم مليان قصص بتصور علاقات حب وعشق خارج إطار الجواز، وساعات بشكل متعاطف كمان. ده غير النص الغريب قوي بتاع رسالة واحد لمراته المتوفية بيتهمها فيه بالخيانة. إزاي نفهم التناقض ده؟ بالظبط، هو ده اللي بيخلي الموضوع شيق. ده بيوريك الفرق بين القواعد الاجتماعية المعلنة أو المثالية وبين الواقع الإنساني المعاش بتعقيداته. المصريين القدماء كانوا بشر عاديين بمشاعر ورغبات وتناقضات. طبيعي. الأدب والفن كانوا مساحة اللي يقدروا يستكشفوا فيها التعقيدات دي. إدانة الخيانة كانت موجودة طبعاً، خصوصاً لو من الزوجة، لأن ده كان بيهدد استقرار الأسرة ونسب الأطفال، ودي حاجات مهمة جداً عندهم. أكيد. تفهم دوافع الشخصيات دي ومواقفها الصعبة. بس غريبة برضو، لو المجتمع بيدين الخيانة للدرجة دي، إزاي الأدباء كانوا بيكتبوا عنها كده بحرية؟ هل الأدب كان زي متنفس للتعبير عن الممنوع، ولا يمكن الإدانة ما كانتش قوية قوي زي ما بنتخيل؟ ممكن يكون الاتنين. الأدب فعلاً بيوفر مساحة لتناول المواضيع الشائكة دي بأمان نسبي، وفي نفس الوقت ممكن الإدانة الاجتماعية نفسها كانت بتختلف في شدتها حسب الظروف، حسب الطبقة الاجتماعية، حسب الأفراد نفسهم. الواقع دايماً أعقد من القوانين المكتوبة. تمام. طيب نروح لمنطقة تانية بتثير أسئلة كتير، العلاقات المثلية. الكتاب بيقول إن الأدلة نادرة جدا ومش صريحة قوي. دي نقطة حساسة جداً ومحتاجة تحفظ كبير. هو بيعرض بعض الحالات اللي ممكن تتفسر كده، زي قصة الملك نفركارع والجنرال بتاعه ساسينيت، اللي بيتقال إن الملك كان بيزوره بالليل سراً، أو في رسوم لرجلين مع بعض في أوضاع ممكن تتفهم على إنها حميمية، أو المقبرة المشهورة بتاعت نيعنخ خنوم وخنوم حتب. أيوة، مقبرة الحلاقين والمانيكيريين دي من الدولة القديمة، اللي اتدفنوا مع بعض في نفس المقبرة ومتصورين في أوضاع قريبة جداً زي الأزواج، بس في الآخر كلها تفسيرات، مش كده؟ بالظبط. وهنا لازم نكون حذرين جدا من تطبيق مفهوم المثلية الجنسية زي ما بنفهمه النهاردة بكل خلفياته الثقافية والاجتماعية على علاقات حصلت من آلاف السنين. ده ممكن يكون إسقاط. يعني إزاي ممكن نفهمها طيب؟ ده السؤال المهم. هل كانت مثلا صداقة قوية جدا وكان التعبير الجسدي عنها مختلف عن ثقافتنا؟ هل كانت علاقة رعاية أو تبعية لها أبعاد تانية منعرفهاش؟ الأدلة قليلة جدا ومبهمة لدرجة إنها بتسمح بتفسيرات كتير جدا. طب هل في أي دليل على اضطهاد مثلاً؟ لا، مفيش دليل واضح على وجود هوية مثلية معترف بيها اجتماعيا ولا دليل على اضطهاد منظم بسبب الميول دي. الموضوع بيفضل منطقة رمادية في فهمنا ومليانة علامات استفهام. تمام. نقطة تانية بتعمل لغط ساعات، زواج المحارم. هل ده كان منتشر بين كل المصريين؟ لا، هنا لازم نفرق كويس قوي. زواج المحارم يعني بين الأخ وأخته تحديداً، وأحياناً بين الأب وبنته، ده كان موجود وموثق بشكل واضح. بس فين؟ داخل الأسرة الملكية الحاكمة، خصوصاً في فترات معينة زي العصر البطلمي وحتى قبل كده في الأسرة ال18 مثلاً. طب ليه الملوك كانوا بيعملوا كده؟ كان في مبررات دينية زي محاكاة زواج الآلهة نفسهم زي إيزيس وأوزوريس، ومبررات سياسية عشان يحافظوا على نقاء الدم الملكي والسلطة والثروة جوه دايرة ضيقة جدا. منطقي من وجهة نظرهم يعني. لكن وده المهم، الأدلة من نصوص وقوائم تعداد السكان وغيره بتورينا بوضوح إن الظاهرة دي ما كانتش منتشرة ولا مقبولة عند عامة الشعب. يعني الناس العادية ما كانتش بتعمل كده؟ لا خالص. الزواج المفضل كان بين أولاد العم أو الخال، لكن مش بين الإخوة الأشقاء. كان في نفور واضح من ده خارج القصر الملكي، فما ينفعش نعمم خالص. فهمت. يعني ده كان استثناء ملكي له أسبابه ومش قاعدة عامة. طيب آخر نقطة في الحتة دي وممكن تكون غريبة قوي للبعض، هي مضاجعة الحيوانات.
هيرودوت ذكر إنه شاف أو سمع حاجة زي كده في مدينة مندس، مندس اللي كان فيها معبد للإله الكبش بجد. وفي إشارات ليها في كتاب الموتى كمان إن المتوفى بينفي عن نفسه الذنب ده. طيب لو حاولنا نفهم ده في سياقه الأكبر بقى، الإشارات دي غالباً ليها طابع رمزي أو أسطوري أو مرتبطة بطقوس دينية معينة جداً. زي إيه مثلا؟ يعني الإله مين بتاع الخصوبة كان ساعات بيتصور بانتصاب قوي وممكن يرتبط برموز حيوانية. الرواية عن مندس ممكن تكون مرتبطة بأسطورة الإله ده أو طقوس خصوبة معينة، وهيرودوت فسرها بشكل حرفي أو بالغ فيها شوية. طب وكتاب الموتى؟ ذكرها في الاعترافات السلبية في كتاب الموتى، اللي المتوفى بيقول فيها أنا لم أفعل كذا ولم أفعل كذا. ده بيحدد إيه الأفعال المرفوضة دينياً وأخلاقياً، بس مش معناه خالص إنها كانت ممارسات منتشرة أو عادية. صعب جداً نعتبر إن ده كان سلوك موجود في حياة الناس اليومية. يعني برضو لازم نفهم السياق الديني والرمزي الأول قبل ما نحكم. بالظبط، السياق هو مفتاح كل حاجة هنا. تمام. طيب نخرج بقى من المنطقة دي اللي فيها جدل أو تحفظات ونروح للجانب الإيجابي أكتر. إزاي كانوا بيعبروا عن الحب والرغبة؟ إيه اللغة اللي استخدموها؟ هنا بقى بندخل على حتة جميلة قوي ومضيئة جدا في الثقافة دي. المصريين القدماء سابوا لنا كنوز من قصايد وأغاني الحب. بجد؟ شعر حب؟ طبعا وكتير، خصوصا من عصر الدولة الحديثة. عندنا برديات كاملة زي بردية شستر بيتي الأولى وبردية هارس 5000. دي مليانة أشعار بتعبر عن مشاعر الحب والشوق واللهفة والرغبة، ساعات بشكل صريح جدا وساعات بشكل رقيق ومؤثر قوي. أنا قرأت مقتطفات منها فعلا في الكتاب، ولغتها ساحرة. وصف الحبيب والحبيبة ولوعة الفراق وفرحة اللقاء، جمل بسيطة ومعبرة زي صوتك يصطادني كالشبكة، يا سلام. أو حبك تغلغل في جسدي كما يمتزج النبيذ بالماء. فيها عمق وجمال غير عادي. بالظبط، واللغة نفسها اللي استخدموها كانت غنية قوي. استخدموا كلمات كتير لوصف الأعضاء التناسلية وفعل الحب نفسه، منها المباشر ومنها الكنايات. والأجمل بقى الاستعارات والصور الشعرية اللي استخدموها. دي حتة تانية خالص. براعتهم في استخدام الطبيعة اللي حواليهم كانت مدهشة. الحديقة، الشجرة، السمكة، الطيور، زهرة اللوتس، كل دي رموز استخدموها بعبقرية عشان يشيروا للحبيبة أو يوصفوا العلاقة الحميمة بشكل مجازي وفيه فن عالي جدا. كأنهم بيرسموا اللوحة بالكلمات. تماما، ده بيدي للنصوص دي طبقات من المعنى والجمال ويخليها عايشة لحد دلوقتي. يعني ما كانش فيه حرج كبير في التعبير عن المشاعر دي أدبياً على الأقل؟ يبدو كده فعلا، في المساحة الأدبية دي كان فيه حرية كبيرة. طب ده يرجعنا لنقطة ذكرناها في الأول، السحر. هل بجد كانوا بيستخدموا السحر في أمور الحب والجنس؟ بالتأكيد، وشكله واضح جدا كمان. السحر ده كان جزء أساسي من حياتهم ومن نظرتهم للعالم. يعني مش بس للأمراض والأعداء وكده؟ لا، لكل حاجة تقريبا، للتعامل مع المرض، للزراعة، للحماية من الأخطار، وطبعا للحب والعلاقات. المصادر الأثرية والنصوص السحرية فيها أدلة كتيرة جدا على ده. طب زي إيه أنواع السحر ده؟ هل هو بس عشان يجذبوا الحبيب؟ الكتاب ذكر أمثلة. لا، الأهداف كانت متنوعة قوي. في طبعا تعويذ ووصفات عشان تجذب انتماء حد معين، تثير رغبته الجنسية أو عواطفه ناحيتك. دي متوقعة شوية. وفي كمان وصفات لربط شخص بحد تاني. ربط؟ زي اللي بنسمع عنه أعمال وكده. بالظبط، فكرة إنك تتحكم في إرادة الشخص أو مشاعره تجاه طرف معين عن طريق السحر، عشان تضمن ولاءه أو عشان ما يحبش حد تاني أو ما يخونش. يا خبر، للدرجة دي؟ والأغرب كمان إننا بنلاقي تعويذ هدفها العكس تماما. عكس إيه؟ التفريق بين حبيبين أو زوجين، أو إثارة الكراهية والنفور بينهم. للتفريق؟ يا ساتر! ده بيوريكي قد إيه المشاعر دي كانت قوية ومحورية في حياتهم، لدرجة إن هم كانوا بيحاولوا يتحكموا فيها أو يوجهوها باستخدام قوة زي السحر، سواء في الخير أو في الشر يعني. سبحان الله! ده يوضح قد إيه المشاعر دي ممكن تكون مصدر قلق وصراع عندهم برضو. طيب، لو حاولنا نربط كل ده بالحياة اليومية بتاعتهم والفن بشكل عام، إحنا عارفين إن المصريين القدماء كانوا بيهتموا قوي بالزينة والتجميل. ده كان ليه دور في موضوع الجاذبية والعلاقات؟ أكيد طبعاً، وبشكل كبير. الاهتمام بالنظافة الشخصية والتجميل كان جزء أساسي من الثقافة. الكحل اللي بيحدد العين، العطور والزيوت المعطرة، الشعر المستعار بأشكاله المختلفة للرجالة والستات، اللبس الكتان النظيف،
الحلي والمجوهرات. كل ده كان مهم؟ جدا. كل دي كانت أدوات علشان يبرزوا جمالهم وجاذبيتهم، وكمان عشان يعبروا عن مكانتهم الاجتماعية. الرسوم والنقوش بتورينا قد إيه كانوا حريصين يظهروا بشكل أنيق وجذاب في كل المناسبات، حتى وهم بيشتغلوا ساعات. ده جزء من احتفائهم بالحياة وبالجسد. والكتاب كمان بيعرض صور لأدوات وحاجات تانية ليها علاقة مباشرة بالخصوبة والجنس. ممكن تدينا فكرة عنها؟ في مجموعة متنوعة من القطع الأثرية اللي بتدخل في المنطقة دي. أشهرها يمكن تماثيل الخصوبة. اللي هي تماثيل الستات الصغيرة دي؟ أيوة، تماثيل صغيرة غالباً لنساء بملامح جنسية واضحة أو مبالغ فيها ساعات، زي الأثداء الكبيرة أو منطقة الحوض الواسعة. كانت بتتعمل من الفخار أو الفايانس. ودي كانوا بيستخدموها في إيه بالظبط؟ يعني يعتقد إنها كانت بتستخدم في طقوس عشان طلب الإنجاب، أو كقرابين للآلهة اللي ليها علاقة بالخصوبة، أو ممكن تتحط في المقابر عشان تضمن لصاحب المقبرة القدرة على الإنجاب في العالم الآخر. يعني مش شرط استخدام دنيوي. مش شرط دايماً. وفي حاجات تانية غير التماثيل. زي إيه؟ في مثلا دمى نسائية مسطحة كده، ساعات أجزائها بتكون بتتحرك، مش معروف بالظبط استخدامها إيه. هل كانت لعب أطفال، ولا ليها دلالات رمزية أو سحرية ليها علاقة بالخصوبة والولادة؟ غريبة دي. وبنلاقي كمان أسرية نوم، السراير نفسها يعني ساعات بتكون متزينة برسوم ليها دلالات جنسية أو وقائية، زي صورة الإله بص القزم المشهور ده. الإله المرح ده. أيوة، اللي كانوا بيعتبروه حامي البيت والولادة والحياة اليومية بشكل عام. وكمان في أدوات تجميل زي المعالق اللي بيستخدموها للكحل والمراهم، ساعات كانت بتاخد أشكال رمزية جميلة جدا. زي إيه أشكالها؟ ممكن تلاقي معلقة على شكل بنت عريانة بتعوم، أو شكل راقصة، أو حيوانات ليها علاقة بالحب والجمال زي البط والإوز. شغل فني عالي جدا. تحف فنية فعلا. بس نرجع تاني للسؤال، هل نقدر نقول إن كل الحاجات دي، التماثيل والمعالق والسراير، كانت للاستخدام الدنيوي بهدف المتعة أو الإثارة بشكل مباشر؟ بصي، مش بالضرورة دايما. لازم نفرق بين الاستخدام العملي لو موجود، وبين البعد الرمزي والديني أو حتى الجنائزي. كتير من القطع دي، خصوصا التماثيل والدمى، ممكن تكون وظيفتها الأساسية طقوسية أو سحرية أو ليها علاقة بمعتقدات ما بعد الموت. يعني الهدف منها الضمان الخصوبة والتجدد الأبدي، أكتر من إنها تكون أدوات للمتعة الحسية في الحياة دي. السياق الأثري اللي بنلاقي فيه القطعة مهم جدا عشان نفهم وظيفتها الحقيقية. تمام. يبقى لو حبينا نجمع خيوط الكلام ده كله، إيه أهم الخلاصات اللي ممكن نطلع بيها عن نظرة المصري القديم للحياة الجنسية من خلال اللي عرضناه؟ أعتقد أهم حاجة هي إننا ندرك إن الصورة معقدة، ولازم نتجنب التعميمات السهلة أو إننا نسقط مفاهيمنا الحديث عليهم بشكل مباشر. دي نقطة مهمة فعلا. شفنا إزاي الخصوبة والتجدد كانوا مفاهيم أساسية ومرتبطة بالدين والبعث، لكن ده ما منعش أبداً وجود تعبيرات قوية وصريحة وجميلة عن الحب الإنساني والرغبة والمتعة الشخصية، خصوصاً في الأدب والفن الغير رسمي. وشغل كمان إن كان في معايير اجتماعية بتحاول تنظم السلوك، زي رفض الخيانة، لكن الواقع الفعلي كان غالباً أعقد من كده ومتنوع. وفي نفس الوقت في جوانب زي المثلية أو البغاء بتفضل غامضة والأدلة عليها قليلة ومش واضحة. بالظبط. واللي لفت للنظر بشكل خاص في رأيي هو التداخل المستمر بين المقدس والدنيوي، بين الديني والشخصي. إزاي يعني؟ يعني ما كانش فيه فصل حاد بينهم في نظرتهم للجنس والحب. نفس الفعل ممكن يكون له بعد طقسي وديني مرتبط بالخلق والخلود، وفي نفس الوقت يكون له بعد إنساني حميمي مرتبط بالمشاعر والرغبة. المصري القديم كان بيعيش البعدين دول متداخلين مع بعض بشكل طبيعي. ده تصور مختلف عن الفصل اللي بنعمله ساعات النهاردة. أيوة. طب في الآخر، فهم الجانب ده من حياتهم بيغير إيه في صورتنا الكلية عن المصريين القدماء كحضارة؟ بيخليهم أقرب لينا كبشر، بتعقيداتهم ومشاعرهم ورغباتهم. ما بيبقوش مجرد ناس بنوا أهرامات ومعابد ضخمة أو كان عندهم ديانة غريبة وخلاص. بنشوف الجانب الإنساني أكتر. بالظبط. بنشوف اهتمامهم بالحياة نفسها، بالجمال، بالعلاقات، بالحب، وبنفهم أكتر قد إيه فكرة استمرار الحياة وتجددها كانت محورية في كل تفكيرهم. والجنس والإنجاب كانوا أوضح تجسيد للفكرة دي. والكتاب المصدر اللي اعتمدنا عليه بيساعد في ده؟ جداً. كتاب ليز مانش بيقدم خدمة كبيرة، إنه بيجمع الأدلة المتناثرة دي وبيحاول يقدم صورة متوازنة عنها قدر الإمكان، وبيفتح الباب طبعاً لأسئلة وتفكير أكتر.
رحلة شيقة فعلا في تفاصيل ممكن تكون غير متوقعة للكثيرين، وده يمكن يخلينا في الآخر نسأل سؤال يمكن ملوش إجابة سهلة. اتفضلي. يا ترى التجربة الحقيقية بقى، المعاشة للحب والجنس عند أغلبية المصريين القدماء، الناس العادية، الفلاحين والعمال، اللي أثرهم المباشرة أقل بكتير من الملوك والكهنة والكتاب، كانت شكلها إيه؟ سؤال صعب. هل كانت قريبة من الصورة اللي بنشوفها في الأدب والفن اللي وصل لنا واللي غالباً بيعكس وجهة نظر الطبقات العليا والمتعلمة؟ ولا كان في عالم تاني خالص من التجارب والمشاعر والعلاقات اليومية إحنا تقريباً منعرفش عنه حاجة؟ ده سؤال جوهري وبيفضل يطرح نفسه دايما في دراسة التاريخ القديم عموما. الأدلة اللي معانا على أهميتها الكبيرة طبعا هي في النهاية مجرد شباك صغير ومحدود بنبص منه على واقع كان أوسع وأغنى بكتير. أكيد. ودايما في فجوات كبيرة في معرفتنا بالتجربة اليومية الحقيقية لملايين البشر دول. يمكن ده يخلينا نقدر قيمة كل معلومة وكل شقفة وكل رسمة بتوصلنا منهم أكتر، ونفضل دايما منفتحين على إن الصورة ممكن تتغير أو تكتمل مع كل اكتشاف جديد. فعلا. وبكده يكون استكشافنا للموضوع المثير ده وصل لنهايته. شكرا جدا على الرحلة دي. الشكر